بص، انا كنت قاعد بالليل والدنيا كانت هاديه جدا، ودماغي قعدت بتاع مثلا يومين ثلاثه بتفكر في فكره ايه اللي هيحصل لو مصر بقت عباره عن لعبه. يعني مثلا هيبقى في شخصيات معينه نختار منها، ولا هيبقى في مثلا سايد ميشنز اللي هي المهمات الجانبيه، او ايه اللي هيحصل يعني بشكل عام، في جلitchات في اللعبه، في اي حاجات نقدر نعملها عشان ناخد اكس بي ولا لا، هتبقى لعبه اكشن، سباق، شطرنج، هتكون عامله ازاي. يعني كل ده ما جاش، يعني كل ده ما حسيتوش. بس الحاجه اللي انا يعني رسيت عليها ان هي هتبقى لعبه سرفايفل هورر، اللي هو هتبقى عالم مفتوح مليانه بقى تحديات كتيره جدا وحاجات تعملها. بس الحاجه المهمه ان انت تعرف تعيش يومك كعادي. خليك معايا عشان هنشوف اللعبه سوا. اوكا اوكا فشل. بتبدأ من الشارع بدون هدوم، عاملة كده زي البداية بتاعت بابجي. انت بتبقى مستغرب انت بتعمل ايه اللي جابك هنا، انت فين اصلا، وكل الناس اللي حواليك بيبقوا ام بي سيز، بس انت الوحيد اللي واخد بالك ان انت في اللعبة. وحياتك بقى كلها بتبقى عبارة عن مهمات بتعملها عشان تاخد اكس بي. يعني مثلا عديت الطريق تاخد اكس بي، جبت الباقي صح من السواق شاطر تاخد اكس بي. اول ما تبدأ اللعبة تلاقي ويلكم تو مصر. تمام، بتختاروا بقى الشخصيات بتاعتك من ضمن الشخصيات. الموظف الغلبان مثلا بيبقى عنده مميزات وعنده عيوب. مميزاته مثلا ان هو ما بيتشافش بسهولة عشان شبه الام بي سيز كلهم، الناس كلها نفس الشكل. ومن عيوبه ان هو دايما بياخد باسيف دامج من المدير بتاعه على الصبح، او مثلا طالب القصر اللي هو انا وانتو. المميزات بتاعته ان هو ذكي جدا، بيعرف يلم المنهج كله في 3 ساعات، بس الباور بتاعه بيروح اول ما يفتح الكتاب. او عسكري الجيش ده من مميزاته مثلا ان هو واقف انتباه حتى بالاتوبيس، عنده قوة تحمل عالية من كتر التدريبات. من عيوبه إن هو كل ما يسمع صفارة يقف يسلم الخدمة. وكل شخصية بقى بيبقى لها اللي هي السكيل تري بتاعتها، زي هوجورتس ليكسي مثلا شجرة المهارات بتاعتها، بس دايما مقفولة عندهم كلهم عشان كلهم لسه قدامهم بكرة. يجي بكرة تيجي تجرب يقول لك لا 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 بعد بكرة. وعندك بقى السايد ميشنز دي اللي هي المهمات الجانبية، حاجات انت بتعملها عشان تاخد اكس بي وحاجات تانية جوه اللعبة. يعني مثلا تعدي الدائري من غير ما تعمل حادثة تاخد ليفل، تشتري حاجات بأقل من 10 جنيه تاخد جولد. يعني اللعبة تديك جولد زيادة عشان انت اشتريت حاجات بأقل من 10 جنيه. وإن انت تخلص مثلا مكالمة خدمة العملاء في أقل من دقيقتين، دي مهمة ايبك. دي انت لو عملتها تاخد اتشيفمنت ان انت ابن المحظوظة اللي هنا. ممكن بقى نضيف فاينل بوس في اللعبة، يبقى فيها كذا فاينل بوس تكسبهم عشان تاخد ليفل اب واكس بي وحاجات. من فاينل بوس ده الوحش اللي بتتغلب عليه عشان تعدي مرحلة في اللعبة. يبقى عندك مثلا موظف السجل المدني، ده عنده شيلد ضد المنطق، ده عشان تكسبه لازم يبقى معاك 3 صور بطايق، كشف تشبيه، ختم النسر، وعنده سلاح اسمه تعالى بكره. السايس ده يظهر لك من اللاشيء، يبقى عايز فلوس حتى لو انت مش راكب. وعلى الفل يا باشا. وعندك بقى شويه اسلحه في اللعبه، كوبايه الشاي مثلا بتديك 10% تركيز، ختم النسر يطلع لك اي ورقه حكوميه ببلاش، انبوبه فريون دي في الصيف ليجندري ايتم بتقلل الحراره وتزود الصبر. واكيد اللعبه فيها جليتشات برضه، فاتوره المايه تيجي عاليه جدا والمايه قطع، التوك توك اللي معدي يشيلك من الارض حتى لو انت لوحدك ماشي في الشارع. الفويس شات ده مع عمك بس، قالك نزلت فين، راجع امتى، بس مفيش ولا اجابه صح عشان لازم تخلص مهمه رود امك الاول. ولو مت وانت بتلعب بترجع من الاول خالص. اللعبه ما فيهاش سيف، ما فيهاش ريستورت، انت بتلعب اليوم بيوم، وكل يوم بيبقى اصعب من يوم اللعبه. بس اللعبه لسه بيتا عشان الديفلوبر بتاع اللي مطور قال مش هنكمل الا لما سعر الدولار ينزل. سلام، انا بقى اروح العب ليفل النوم احتمال يبقى الاخير.